مرحبا بكم أعزائي المتابعين في حلقة جديدة من سلسلة مع رشا. وحنحضر مع بعض في هذه الحلقة كعك الدخن بطريقة رائعة جدا وناجحة من أول تجربة. تعالوا نشوف إيش حنحتاج من مكونات وطريقة التحضير. هيا بنا. عندنا هنا مكونات كعك الدخن: 3 أكواب من الدقيق الأبيض، استخدمت هنا الكوب المعياري، سعة الكوب 250 ملي، وكوبين من دقيق الدخن، وأيضا كوب إلا ربع من السمن، طبعا السمن لازم يكون مذاب مش جامد معانا، وكوب وثلث أو كوب وربع من الحليب، بالإضافة إلى 3 بيضات. فصلت صفار بيضتين لدهن الوجه في الآخر. طبعا دهن الوجه حنضيف على صفار البيضتين إما حليب أو نسكافيه أو حتى فانيليا أو خل، بحيث إنه نخفف ريحة البيض في الكعك. هنا عندنا ملعقة صغيرة من حبة البركة، ملعقة صغيرة خميرة فورية، بالإضافة إلى ملعقة صغيرة بيكنج باودر، 3 ملاعق كبيرة سكر، وملعقة كبيرة سمن بلدي. السمن البلدي بيعطينا نكهة حلوة في الكعك. إذا مش متوفر معاكم عادي جدا ممكن تستغنوا عن إضافته. حنبدأ الآن نجيب وعاء واسع ونضيف المكونات الجافة على بعضها. حنضيف هنا الدقيق الأبيض، دقيق الدخن، البيكنج باودر، سكر، الخميرة الفورية، ونصف ملعقة كبيرة من الملح. هنقلب المكونات الجافة كلها مع بعض ونضيف عليهم البيض وأيضا السمن والسمن البلدي، ونقلب المكونات مع بعضها ونضيف عليهم كمان حبة البركة والحليب. ونعجن بهذا الشكل إما يدويا أو بالعجانة. طبعا كعك الدخن ما بيحتاج معنا عجن كثير، مجرد بس تتجانس معنا المكونات وتلتم العجين على بعضها خلاص بنوقف عجن، ما بنكثر لها العجن عشان نحصل على كعك أو عجين متماسكة ولينة وتكون معنا الكعك هش أيضا. وكذا لمت معنا العجين حنتركها ترتاح لمدة ساعة وبعد كذا نكمل نسويها مع بعض. وهذا عندنا عجين الكعك بعد ما ارتاحت لمدة ساعة حنجي نقطعها بهذا الشكل ونكورها إلى كرات متساوية في الحجم، وبعد كذا نفردها باليد بهذه الطريقة ونشكلها بالسكين، أو ممكن نستخدم الطريقة الأخرى وهي الأسهل والأسرع. جبنا هنا نصف مقدار العجين اللي حضرناها وحنفردها بهذا الشكل لحد ما نحصل على السمك المطلوب. فردناها بهذا الشكل وحنجيب أي قالب تشكيل معنا أو حتى مطيبة مثل ما أنا استخدمت هنا، ونضغط على العجين بهذا الشكل لحد ما تفصل معانا، ونكمل نشكلهم بنفس الطريقة. هذه الطريقة طبعا أسهل وأسرع وبنفس الوقت بتعطينا كعك متساوية في الحجم والسمك، فبتستوي معانا كلها بوقت واحد وبنفس درجة السواء. حكمل تحضير الكعك في صينية الفرن. طبعا صينية الفرن حندهنها بالقليل من الزيت أو السمن أو الزبدة مثل ما تحبوا، المهم إنه حنعطيها دهنة خفيفة ونرص فيها الكعك، وبعد كذا حندهنهم مع بعض بخليط البيض مع الحليب وندخلهم على فرن ساخن، وندهن الكعك بخليط البيض مع الحليب. وناخذ شوكة طعام ونعطي شكل أو نشكل أو نزين الكعك بهذه الطريقة. ممكن تسوي الحركة هذه وممكن ما تسووها عادي جدا، بس إنما تعطي لنا كذا مظهر جميل للكعك.
وحنرش عليهم القليل من السمسم، وندخلهم على فرن ساخن من قبل على درجة حرارة 180 درجة مئوية، النار من تحت فقط، ونتركهم لحد ما يستووا معنا تماما. وهنا عندنا صينية الفرن الأخرى صارت جاهزة، حنطلع الصينية الأولى وندخلها ونشوف كيف حيطلعوا معنا الكعك. وهنا عندنا صحن الكعك بعد طلوعه من الفرن، صار الكعك معنا جاهز. ما شاء الله كعك رائع جدا ولذيذ وشهي. أتمنى أعزائي المتابعين تجربوا الوصفة، وأتمنى تكون الوصفة نالت إعجابكم، وتشاركونا آراءكم بالتعليقات، ولا تنسونا من اللايك، وشاركوا روابط القناة وفيديوهاتها مع أصدقائكم وأحبابكم. نلتقيكم في حلقة جديدة من سلسلة مع رشا، في أمان الله.